طبعا الجنجويد هجموا على مستريحة كويس، وشيمتهم الغدر بالمناسبة. أنا شايف في ناس كثير متعاطفين مع موسى هلال، أنا شخصيا ما متعاطف مع موسى هلال. موسى هلال هو الأب الروحي للجنجويد، يعني جنجويد يدق جنجويد، جنجويدي يلاقي جنجويدي، لا فرق بين موسى هلال ولا فرق بين حميدتي، كلهم الزول ما ذاق المرارات من موسى هلال خليه يقعد لنا طرف. هنا لا مجال للعاطفه ومجال قال العبوا سياسه، ما في سياسه في الموضوع. موسى هلال جنجويدي العبوا اللي فينا موسى هلال من 2003 بسببه هو احنا لنا امهاتنا وابهاتنا مهجرين، بسببه احنا دخلنا في معسكرات النزح. حميدتي ما جا مسكه امبارح ده، وتلك الايام نداولها بين الناس. قال لك مستريحه شايف الناس متعاطفين، منافقين جد، كلكم منافقين. مش جال الناس امبارح قاعدين تبكوا موسى هلال للجنائيه، وموسى هلال بلانا وفتكنا، ما قالوا اللي بقى رجل صالح يعني؟ جنجويد ياكل بعضه يا زول، ما يفضل في بنفاخ النار، ما يفضل في بنفاخ النار. موسى هلال قدم لنا شنو سمع عشان نتعاطف معه؟ غير الموت والخراب والقتل والتهجير والاغتصابات لغايه الليله احنا في معسكرات النزوح بسبب ما فعله موسى هلال واعوان موسى هلال. اختلف موسى هلال مع حميدتي ومع عبد الرحيم، دقلوا تبللوا بيناتهم. تقول لهم نطالب بعدم ضبط النفس ما تفضل فيكم نفاخ النار يا زول. يقول لك موسى هلال مع الجيش، ما شفنا موسى هلال وقف مع الجيش، واقف معنا بالدعوات. الفاشر دي واقفه في 200 وكم 80 معركه يوم واحد على الفاشر. شفنا له جندي واحد في الميدان، شفنا جنوده واقفين مع الجنجويد، جنوده واقفين مع الجنجويد، وقد يتبلوا ناس السمنه ده بيتبلوا هنا في الفاشر، وقد بيتبلوا بيجوا يخشوا في المستريحه دي. شفناهم داخلين جوا المستريحه، جنجويد بيطلعوا من المستريحه بيجوا بيهجموا الفاشر، ومن الفاشر برجعوا المستريحه في محل موسى هلال. دارين تبيعوا للناس علف؟ واقف مع جيش بشنو؟ بالدعوات؟ واقف معانا بالدعوات؟ وقف بشنو؟ ما شفنا له وقفه احنا موسى هلال. الصحوه تبع موسى هلال احنا ما بننسى، احنا ما ذاكرتنا سمكيه ولا بننساك بالعاطفه. كويس؟ ده منظر طبعا من دامرة موسى هلال. الما بيعرف موسى هلال والما مضطر موسى هلال خليه يقعد طرف، طبل له كما تشاء، لكن احنا ما بنطبل. المنظر ده يا موسى هلال وتلك الايام نداولها بين الناس. انا منظر القش ده بيذكرني حاجه واحده، حريق القش ده، الحريق ده بيذكرني حاجه واحده. ده نفس المنظر ده عملوا موسى هلال فينا وفي قرانا، وكنت بربطوا بنايين باقتين في حصان بجاز، والحصان بيجي جاري شاق الحله كده وبيشخطوا كبريته ورا الناي. نفس القطاطب بتلقاش يا موسى هلال تشيتها انت بيدك وميليشياتك. امهاتنا الليله مهجرات في شرق تشات ومهجرات في كل حته، هجرتنا انت. قران المحروقه دي عملتها انت، وتلك الايام نداولها بين الناس. زي ما جيت حركتها جا البعبع اللي انت صنعته وزولك اللي انت ربيته وحميتني اللي انت جبته على حسب كلامك جا طبق فوق نفس الكلام ده. عبد الرحيم ده اللي انت جبته نفس المنظر، حريق غرانا ومناطقنا. الغورة والمناطق بيوتنا بيوت القش اللي جيت حركتها يا موسى هلال الان جاي تطبق فوق طولة كم 20 سنة قاعد انت مدسي في محلات بتلس شمال وجنوب، بيحرقوا في غرانا وبيحرقوا في قطاطين وحلالنا، ما خلوا فينا نفاخ النار. الان جاء عملنا لك في قريتك ضوقة كده، شوفها حارة كيف، ضوقة شوفها حارة كيف، 30 سنة بتهجر في الناس، ضوقة شوفها حارة كيف. شفت ما خلت حاجه يا موسى هلال، ضوقها اشوفها حاره كيف. ما بنتعاطف مع مجرم والله. موسى هلال مجرم والبطاله طبل له طز فوقه. ما ذاكرتنا سمكيه ما بننسى يا زول. انت كان عرفت موسى هلال اقعد معه طبل له ان شاء الله تمشي. طب والله ما عندنا لك شغله. موسى هلال احنا بنعرفه قبل ما انت تعرفه، قبل ما يكون حاجه اسمه انترنت. موسى هلال شنو اللي بيتعاطفوا معه يا زول؟ ونحن امهاتنا وابهاتنا تم بلهم على يد موسى هلال ده، ما قالوا ديل من قش يعني؟ جنجويدي باكل جنجويدي مبروك، ولا ما يفضل فيكم نفاخ النار. اتراكبوا زي ما تتراكبوا يا زلمه. وهذا ما نريد، نطالب ذاته بمزيد من التصعيد وعدم ضبط النفس. مناظر دي في 2003 شفناها في نفسنا يا موسى هلال وعملتها فينا انت. هسه جنجويدي جت الشوك ده هم ذاتهم كانوا شغالين تحت جت الشونه نحن. يجوا قال ارزقيه دارين قال يتعاطفوا معك. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والله عدم المبادئ ده مشكلة يا أخ. عدم المبادئ ده مشكلة. الإنسان لو يكون ما عنده مبدأ مشكلة. منافقين
كمية من النفاق على وسائل التواصل ده.